ازيكم عاملين ايه في سلسله جديده وهي تجربه بايكر. التجربه اللي هناخدها من اصحاب البايكات الحقيقيين مش من اليوتيوبرز او الفلوجرز اللي هتكون تجربتهم قصيره ومش هتديك التجربه الكامله. الهدف من السلسله هو اعطاء المشاهد التجربه الكامله الحقيقيه بعد مده زمنيه طويله من مستخدمين حقيقيين للموتوسيكل. النهارده معانا التي في اس الاباتشي الار تي ار ال 160 سي سي الاربعه صباب. هنقعد نتكلم مع الاونر صاحبه اسلام ونعرف تفاصيل اكتر عن الموتوسيكل واداؤه معاه عامل ازاي وكل بقى الخبايا المميزات والعيوب وما الى ذلك. يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا اسلام؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، انت عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده انا جاي اتكلم معاك عن الموتوسيكل الاباتشي الار تي ار، وعايز اعرف انت ليه اخترت الموتوسيكل ده بالذات وايه الخيارات الاخرى اللي كانت في نفس الفئه. اختياراتي التانية كانت بالنسبة لي كان في ال ام زيرو، لان هو كان معايا قبل كده ان اتش اكس اللي هو الاس اي ام، بس كان طبعا في فرق سعر اعلى بحوالي 15000 جنيه، وحاجات تانية بقى في الصيني الهاوجي والهوجن والحاجات دي. طيب نبدا بالاسئله، والسؤال الاول هو الموتوسيكل بقاله معاك قد ايه؟ مشيت بيه قد ايه برضو؟ وايه نوع استخدامك للموتوسيكل؟ الموتوسيكل بقى له معايا تقريبا 4 شهور، مشيت بيه 10000 كيلو. نوع استخدامي شغل ومشاوير خاصة قليلة جدا، لكن كشغل انا شغلي مسافات بعيدة، يعني شغال في العاصمه وشغال في التجمع، وانا ساكن اصلا في المعادي. طيب بالنسبه للراحه في الزحمه والطرق السريعه والثبات بتاعه، انت تقيمه ازاي؟ في الثبات الموتوسيكل ثابت جدا على السرعات العاليه، يعني وصلت بيه لحد 140 الموتوسيكل ثابت. في الزحمه الموتوسيكل برده ناعم، يعني بيجمع بسرعه، فمش عامل لك مشاكل. مش الموتوسيكلات اللي هي تقيله اللي بتاخد وقت على ما تجمع، لا الموتوسيكل بيجمع بسرعه وقعدته مريحه. لا الموتوسيكل كويس جدا. طيب السؤال التاني هو المصاريف والصيانه بتاعته عامله ازاي واستهلاك البنزين، يعني بتستهلك قد ايه تقريبا في اللتر؟ بيمشيك كام كيلو؟ والقطع الغيار الاستهلاكيه او انت الصيانات بتاعته وضعها عامل ازاي معاك؟ بص، انا في ال 10000 كيلو دول لحد دلوقتي يعني لسه ما دخلتش في موضوع الصيانه، يعني لحد دلوقتي الحمد لله ما عملتش صيانه. يعني بغير زيت، فلتر زيت وبنزين. البنزين تقريبا اللتر بيمشينا 40 واكتر من 40، يعني هي التانك بتاعها الساعه بتاعته 12 لتر، فالمفروض لو ضربنا 12 في 40 يمشيني حوالي 480. لا انا ممكن امشي 520، فاللتر بيمشينا اكتر من 40 كيلو، وده استهلاك كويس جدا. طيب بالنسبه لتوفر قطع الغيار؟ اغلب قطع الغيار تقريبا موجوده عند تجار، بس في كرداسه. لكن انا لحد دلوقتي انا ساكن في القاهره، فلحد دلوقتي الحمد لله يعني لسه ما وقعتش في حوار قطع غيار، بس يعني على ما اعتقد ان قطع غيار متوفره كويس في التوكيل، خصوصا ال 160. طيب سؤال تاني وهو الميكانيكيه بيعرفوا يشتغلوا فيها بسهوله ولا لا؟ زي ما قلت لك انا ما عملتش صيانه، يعني لحد دلوقتي لسه ما عملتش صيانه، بس على ما اعتقد ان صيانتها هتبقى سهله. يعني اللي يشتغل في البجاج هيشتغل فيها، واللي يشتغل في البوكسر هيشتغل فيها، لان هي نفس الصناعه، مكنه هندي. طيب اخيرا، ايه اكتر ميزه حبيتها في الموتوسيكل وايه اكتر عيب ممكن تكون انت شايفه حتى لو عيب بسيط من وجهه نظرك، وتقييمك النهائي ايه مقارنه بالموتوسيكلات اللي انت كنت هتجيبها في نفس الفئه اللي هي كانت اس واي ام ان اتش اكس وكان اغلى سعرا منه، وكان البنيلي الفي ال ام 200 اللي هو ما كانش متوفر بشكل كبير وقتها؟ بالنسبه لي يعني عيوب الموتوسيكل ان مقارنه بالموتوسيكلات اللي انا ركبتها، ان انا البنيلي كنت بلاقي قطع غيار عندنا عادي، ما كنتش بروح في حته عشان اجيب له قطع غيار. لكن ده على ما اعتقد ان لو احتجت قطع غيار يعني هروح مشوار عشان اجيبها. زي ما قلت لك القطع غيار بتاعته متوفره في الجزء بتاع الجيزه، والتوكيل بتاعه برده تقريبا في اكتوبر، ده بالنسبه لي العيب. لكن كمميزات، لا الموتوسيكل كويس معايا لحد دلوقتي. مميزاته معايا ان هو التسارع بتاعه كويس جدا، موفر في البنزين عن البنيلي بكتير، قعدته مريحه، فكل دي بالنسبه لي مميزات احسن من الموتوسيكلات اللي انا ركبتها قبل كده يعني. انا بشكرك جدا يا اسلام، ويعني طلب صغير بس ان انا كنت حابب اجرب الموتوسيكل، اخد بيه تيست رايد صغير وانقل بقى تجربتي انا للموتوسيكل. انا طولي 100 حاجه و80، فانا دايما بعاني في القعده، رجلي بتوجعني جدا، زائد ان انا سوقت على الطريق ده موتوسيكلات كتير جدا، فايه هقدر ان انا اسنس شويه ادي تقييم بسيط للموتوسيكل. فهروح اعمل تيست رايد بسرعه واجي.
طيب خدت اللفه بتاعتي. احب اشكر اسلام جدا على اللفه اللي انا خدتها دي. حابب بقى اقول التجربه بتاعتي في الخمس دقائق دول اللي هو اللي انا اقدر فعلا احكم عليهم. هي القعده كانت مريحه، انا ما كنتش حاسس ان انا متضايق وانا قاعد، فدي اول نقطه كويسه، وهي القعده مريحه والكرسي مريح. ثانيا الاهتزازات اللي خارجه من الموتوسيكل قليله، بمعنى ان هو موتوسيكل واحد سلندر مش مطلع لك اهتزازات كبيره. الثبات من 100 ل 110 ممتاز، فوق ال 110 في نوع من انواع اللي هو الهواء، لو في هواء جانبي جامد ممكن يحدف الموتوسيكل من قدام شويه. ممكن عشان متعود على الياباني بقالي فتره فحاسس بالموضوع بالشكل ده. بس هو مثلا مقارنه بالهوجن الاف 250، مقارنه طبعا لو قارنا بقى هنا بالتي 250 فهي احسن شويه في حته التسارع، اقوى في حته التوب سبيد، احسن في حته الثبات برضو اعلى شويه. بس كراحه القعده هنا اريح والغيارات اسلس والموتور انعم. فدي تجربه 5 دقايق اللي انا جربتهم من الموتوسيكل. واخيرا يعني احب اشكر استاذ اسلام ان هو شرفنا النهارده وادانا التجربه الجميله دي. احب اشكرك جدا. العفو يا استاذ زياد. طبعا كان في جيفت جميله جدا، بس هي ان شاء الله هتتبعت لحضرتك على البيت عشان ما وصلتليش في الميعاد يعني. فان شاء الله توصل. شكرا حبيبي. اللي حابب يشارك معانا بموتوسيكله يشاركنا، هيبقى في جيفتس لذيذه جدا. وبس وننقل التجربه للناس عشان محدش فيهم يلبس. بس كده، سلام.